السلام عليكم الدراري. في هذا الفيديو غادي نعاود لكم على القصه ديالي على الشراء من برا المغرب وبالضبط من امازون اللي عشت معها قصه رعب دامت اكثر من 15 يوم، ولدابا ليومنا هذا باقي ما توصلتش بالكليه ديالي اللي الثمن ديالها اكثر من 5000 درهم. هذا الشيء بلا لا ليفريزون وبلا الديوانه اللي غنخلص عليها. خليكم معايا حتى الاخر، هذا الفيديو مهم لاي واحد باغي يشري من برا وبالضبط من امازون باش ما تطيحوش في نفس الاخطاء اللي طحت فيها. الفكره بدات انني بغيت نجمع باسي، دخلت للجروبات في المغرب لقيت بزاف ديال الدراري خداو من امازون ووصلهم داكشي، ومن بعد الديوانه والليفريزون طاح عليهم رخص من لي سيت اللي كاينين في المغرب. فقلت علاش لا ما نبداش حتى انا هذه المغامره، تكون بدايه انني نجمع باسي من امازون ويطيح عليا رخص من القطع اللي موجودين في المغرب. زعمت ودخلت للسيت ديال امازون وكنطابي في الشيرش الار تي اكس 5070 اللي طاح عليها الاختيار. كنتفاجئ بالثمن ومقارنه بالثمن اللي كاين في لي ستور في المغرب. ارخص ثمن لقيته في لي ستور في المغرب اللي هو 7400 درهم. اما بالنسبه من طابيت في امازون لقيت واحد الكارت جرافيك وعليها واحد لوفر اللي غراني صراحه، لقيتها فقط ب 500 دولار اللي خلصت فيها شي 4700 درهم وشي حاجه. كنكتشف ان الليفريزون المغرب ما كايناش، ما عندي حتى شي واحد اللي غنصيفطها له تما في امريكا باش انه يجيبها لي ولا يقدر يصيفطها لي مع شي شركه ديال الليفريزون. توجهت ديريكت للشات جي بي تي، سولته عطاني بلا كاين بزاف ديال الوسطاء اللي هما شركات كيعطيوك عناوين تما في امريكا وانت كتعطيهم الامازون وهما كيليفريو لك الاوردر ديالك لديك العنوان اللي عطيتهم ديال امريكا، ومن بعدها كيصيفطوها لك نتايا للمغرب. هادشي اللي درت، طحت على هو الخيار وما بحثتش انا حتى بزاف، كان الخيار فراكسيون دو سكوند. مشيت كرييت كونت عند واحد السيت اللي ما نذكرش الاسم ديالو باش ما يتسماش التشهير، وهذا ماشي اشهار بل بالعكس هذه تجربه شخصيه. دخلت تسجلت، كان داكشي سلس، قلبت زعما شحال غادي نخلص في الليفريزون، فهما كيحسبوا بالكواله ما كيحسبوش زعما بالقيمه ديال المنتج. كان في الكارت جرافيك شي كيلو شي حاجه، كيلو 700 ولا شي حاجه بحال هكا، اللي غتجيها شي 43 دولار ولا 50 دولار. المهم في هاد الزون هذه كيوفر لك مجموعه من الاختيارات نتاع الشركات ديال الليفريزون بحال دي اش ال بحال ارامكس. توجهت للامازون، طبيت داك العنوان وداك الرقم اللي عطاوهني في داك السيت اللي هو وسيط بينك وبين امازون. من بعد 4 ايام كيطلع لي ميساج بان راهم ليفراو هذاك الكارت جرافيك ووصلت للعنوان اللي انا عطيته. من بعد 24 ساعه كيوصلني ايميل بلا ديك الشركه الوسيطه بلا توصلت بالمنتج وبلا خاصني نصرح بالقيمه ديالو. هادشي كامل دخلت العنوان ديالي، دخلت داكشي كامل، رقم الهاتف، ومن بعد من بغيت نخلص الليفريزون اختاريت دي اش ال كيعاودوا عليها مزيانه. دخلت باش نخلص، ما بغاتش تدوز لي بالكارت بونكير ديالي، بقيت معاها يومين وانا كنحاول انني نخلص، ما بغاش يدوز الخلاص. جربت بالكارت بونكير ديال المراه ديالي ودازت من اول محاوله. من بعد ما دازت فرحت، قلت صافي شحال زعما غتزاد الديوانه كاع، يا ما غاديش نوصل الثمن شحال ساويه في المغرب. بقيت كنستنى امتى غادي توصلني، النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث. كندخل للدعم كنبغي نهضر معاهم، سولتهم الاوردر ديالي فين راه واصل، ووصلني واحد الايميل كيقول لي بان خاصك تثبت بلا هاد الكارت بونكير ديالك وتعطينا الكارت ناسيونال، تصويره للكارت بونكير تبين 6 الارقام الاولى و4 الاخرين ديال الكارت بونكير. انا بان لي واحد الاجراء اللي عادي، يخافوا انها تكون مشفوره ولا. دوزت لهم التصاور باش نثبت بلا الكارت بونكير تابعه للزوجه ديالي. ومن بعد 5 ايام وصلني رساله بان الطلب ديالي راه داز، من بعد ما كانوا بلوكاو لي الكونت ديالي وبلوكاو لي العنوان اللي عطاوني. كانت واحد الفتره ديال الشك خلال هاد الايام هادو، دازت 24 ساعه اخرى وكيطلع لي ميساج بانهم صيفطوا لي الشحنه ديالي مع دي اش ال. قلت صافي تحل المشكل. كندخل كنتفاجئ بانهم غلطوا في العنوان، صيفطوها لمدينه اخرى، صيفطوها للرباط وانا كاين في مدينه في الشرق اللي هي تاوريرت كاينه حدا وجده. بقيت نحاول انني نتواصل معهم، ما كاين حتى شي جواب. وهذا الصباح هذا اتصلت بالدي اش ال، قلت لهم شنو المشكل اللي عندي، عطيتهم رقم التتبع، قالوا لي بلا ما يقدروش يبدلوا العنوان دابا، ما حد الكليه باقي ما وصلات، بانني خصني نستناها حتى توصل للمغرب ونتواصل معاهم ويقدروا يصيفطوها لي مع امانه. انا لدابا باقي كنستنى، باقي الكليه ديالي ما وصلاتش. كانت تجربه اللي خايبه على الشراء من برا. اي واحد باغي يشري من امازون يقلب على شي منتج او شي فورنيسور اللي كيقدر انه يصيفط للمغرب وتقدر تخلص الديوانه قبل وتخلص الشيبين قبل باش تهنى من هاد المشاكل كاملين وهاد صداع الراس. فانا لحد الان ما عرفتش بشحال غادي يتقام عليا. خلصت 5000 درهم الثمن ديال المنتج، خلصت 430 درهم ديال ليفريزون
امازون. باقي لي الديوانه باقي ما عرفتش، وباقي ما عرفتش واش غتوصلني للمدينه ديالي ولا خاصني انا نتحرك للرباط باش نمشي نجيبها. خليو حتى توصلني الكارت جرافيك الا وصلات، ونقول لكم شحال طلع الثمن النهائي ديالها، الثمن فينال، ونقارنوها بشحال دايره في السوق ونشوفوا واش صفقه رابحه او لا خاسره. انا نصيحتي الا كان زعما غادي دوز من هذا البروسيس هذا الطويل وتستنى هاد الايام كاملين، من الاحسن انك تاخذها من سيت كاين في المغرب اللي يكون مضمون، وغادي تخلصها حتى توصلك وتسييها، وعندك الضمان ديالك اللي كيكون في الغالب عام حتى العامين. انا زعما كون جات عليا ولا بيا الزمان اللور غناخذها من المغرب ونهني راسي من هاد الصداع الراس. كانت هذه هي القصه ديالي مع الشراء من امازون، تجربه فاشله بامتياز، وكنظن ما غاديش نعاودها. كنضرب لكم موعد مع فيديو جديد. تهلاو.